السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام على القناة ديالكم المنهل، هذه القناة التاريخية والتثقيفية. غادي نهضروا فيها اليوم على بعض الآلهة اللي تعبدات في شمال إفريقيا قديما قبل ما يجي الإسلام وقبل ما يجيو الديانات السماوية الثلاث، سواء يهودية أو مسيحية أو الإسلام. إذا فقبل هذه الحضارة، قبل هذه الديانات هذو، فكانت شمال إفريقيا كتعرف عبادات مجموعة من الآلهة المحلية المختلفة. شوفوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تابوناو في القناه وديروا ضغطوا على زر جيم الى عجبكم هذا الفيديو هذا، وبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم. ولا كانت عندكم شي اضافه او تعليق يمكن لكم تزيدوا لي او تكتبوا لي في التعليقات. إذا من أشهر الآلهة اللي انتشرت في شمال إفريقيا كاين الإله أو الربة إفريقيا، اللي تعبدات من زمن بعيد، وتيرجع الاسم ديالها الكلمة الأمازيغية إفري، واللي كتعني بالعربية المغارة. وهذا الاسم هذا كانوا كيطلقوه الرومان، أو يطلقوه الرومان كذلك على التسمية ديال الولاية الجديدة ديالهم اللي كاينة في شمال إفريقيا، واللي كانت تابعة سابقا للحكم البوني أو البونيين، واستولوا عليها بعد ما دمروا مدينة قرطاجة. وهذا إفريقيا فهي واحد الإلهة أو إله أو ربة محلية أصيلة، وكانت تتعبد في جميع أو من طرف جميع السكان ديال شمال إفريقيا، من ليبيا الحالية حتى المغرب. حيث لقينا غادي نلقاو في دوك اللقاء اللي لقينا التماثيل ديالها سواء في المغرب، وكيرجع العهد ديالها للحكم ديال يوبا الثاني، ولا لقيناهم كذلك في ليبيا وحتى في تونس او الجزائر الحاليه. وكيترمز ليها بواحد التمثال او منحوته او صوره ديال الراس ديال الانثى، تتزين الشعر ديالها، والشعر ديالها مزين على شكل ديال الهيئه ديال الفيل. ولقاو العلماء عده تماثيل ديالها في مناطق مختلفه من شمال افريقيا كما قلت سابقا. فكان هاد التماثيل هادو كيلقاوهم بزاف ديال المناطق من شمال افريقيا، اللي كيبين بان العباده ديالها فكانت تنتشر في شمال افريقيا كلها. ومن بين كذلك الاله او الالهه اللي تعبدات في شمال افريقيا، فكانت او كان الاله باكاكس او باكاكاس. هذا الاله باكاكاس او الاله ديال الجبال والكهوف، وكانت يتعبد في المناطق خصوصا الجبليه في شمال افريقيا، بحيث كانت واحد القيمه او كانت واحد القدسيه عند الجبال، خصوصا القمم ديالها والمغارات اللي كاينين في الجبال والكهوف اللي كاينين تما. فكانوا كيخلقوا واحد الذعر للساكنه، وكانوا تيخافوا منها، وكانت بزاف ديال الخرافات كتقول انها مسكونه بمخلوقات اخرى. وهنا بدات العباده ديال الاله باكاكاس، اللي هو اله ديال الجبال والاله ديال الكهوف، وكما قلت لكم اللي انتشرت في شمال افريقيا، وخصوصا في المناطق الجبليه سواء جبال الاطلس في المغرب او في الجزائر. اذا هنايا فكان الاله باكاكاس هو الاله المقدس او المعبود في هذه المناطق هذو. ثم كاين الاله غورزيل او اله البقر. هذا الاله هذا كذلك انتشرت العباده ديالو من المنطقه ديال طرابلس في ليبيا الحاليه حتى الموقع بناصه في المغرب. اذا يعني الا شفتوا من طرابلس حتى لبناصه، فهذه المنطقه كاملها يعني بان او المنطقه اللي بيناتهم فكانت كامله كتنتشر فيها هاد العباده ديال هذا الاله هذا ديال غورزيل، اللي كيبين بان العباده ديالو حتى هو فانتشرت في مناطق شاسعه من شمال افريقيا. وكانوا الامازيغ والسكان الاصليون ديال المنطقه كيقدموا ليه مجموعه من القرابين، وكان تيترمز ليه بتماثيل. هاد التماثيل هادو على شكل راس ديال الثور. وكاين حتى لقاو العلماء بعض التماثيل على شكل الراس ديال كبش عنده قرون، وكاين الثور وكاين البقر. داكشي علاش سموه باله البقر، لان ديما التماثيل ديالو او هذا الاله هذا فهو مقرون بالتماثيل ديال الثور بالقرون ديالها، يعني ومن هنا جابوا الكلمه او اللقب ديال اله البقر. اذا هادو هما الالهه الثلاثه اللي كانوا مشهورين بزاف، اللي كانوا كينتشروا في المنطقه ديال شمال افريقيا. هذا الشيء قبل ما تجي الديانه المسيحيه والديانه اليهوديه والديانه والاسلام كذلك. اذا قبل منهم فكانوا هادو هما الالهه اللي كانوا كيعبدوهم الامازيغ في المنطقه ديال شمال افريقيا. وهاد الالهه هادو وصلوا او انتشروا حتى وصلوا لاوروبا. فيعتقد بان حتى الرومان فخداو بعض الاشياء من هاد الالهه هادو وعبدوهم حتى هما، خصوصا الجنود ديالهم ديال الرومان اللي كانوا كيدخلوا لشمال افريقيا. فلقاو الناس كيتعبدوهم وتيتبركوا بهم، فهاد الجنود هادو حتى هما
تاثروا بهذه العباده هذه وداوها معاهم الروما. اذا هادشي اللي كيقولوا العلماء والمؤرخين، ولا بغيتوا المراجع راه غادي تلقاوهم في الصندوق ديال الوصف، ما عليكم الا تطلعوا عليهم.